صباح الخير. النهاردة هنعمل بقى طاسة صدق بالجبنة، إنما حكاية. بس بجد طعمها حلو قوي، وهنعملها بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هحط شوية سمنة كده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليهم بصل متقطع شرايح. أنا مستعملة بصلاية كبيرة هنا. هقلبها كده مع السمنة لغاية لما تدبل شوية صغيرين. وبعد كده هزود كمية الصدق بتاعتي. انا هنا مستعملة نص كيلو. هقلبهم مع البصلاية بتاعتنا. هنتأكد بس ان هم اختلطوا مع بعض كويس. بعد كده بقى هزود البهارات بتاعتي. انا معايا هنا ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، بهاراتنا بسيطة. لان احنا طبعا مش هننسى ان الصدوق بتاعنا بيبقى متبهر. كل ما نكون جايبينه من مكان كويس، كل ما يكون طعمه حلو. بعد كده هزود بقى الفلفل الالوان بتاعي. بعد ما اتاكدت ان الصدوق استوى، وهنقلبه مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هنسيبه بقى ياخد غلوة كده مع بعضه علشان ياخد من طعم الفلفل بتاعنا. وهنيجي بقى لخطوة صوص الجبنة بتاعتنا. هناخد هنا معلقتين من كيس البشاميل الجاهز اللي بطعم الجبنة. هاخد منه معلقتين كبار كده زي ما انتوا شايفين، عليهم كوباية كبيرة من اللبن، بمقام تقريبا كوبايتين او كوباية ونص من الكوبايات العادية. هنقلب كويس قوي كده، ونحط كمان عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. ندي طعم بس بسيط كده للصوص بتاعنا. هنقلبهم مع بعض لغاية لما يغلوا. بعد كده هزود بقى الجبنة بتاعتي. انا مستعملة جبنة موتزاريلا بس، ممكن تضيفي اي نوع من الجبنة. هنقلبها كده وندوبها جوه الصوص بتاعنا. طبعا الصوص بتاعنا بيبقى خفيف شوية، لان لما بنزود الجبنة بيتقل وبيبقى له قوام تقيل شوية. هتشوفوا كده اول ما بعمل علامة بصباعي على المعلقة هتلاقيه علم معانا. يبقى كده الصوص بتاعنا بقى مظبوط. هنيجي بقى للخطوة التانية. نجيب طاسة الصدق بتاعتنا، نوزع عليها شوية جبنة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هضيف بقى الصوص بتاعي واقلبه مع الصدق كده، علشان يبقى واصل لكل الصدق من تحت ومن فوق، ويبقى طعمه واخد من البهارات والبهاريز اللي نازلة من الصدق. بجد بيبقى طعمه تحفة جدا. نفسي تجربوا الطاسة دي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. طبعا مش هنساكم في المقادير، هكتبها لكم في أول تعليق. لو انتوا بتتابعوني على الفيسبوك، ولو بتتابعوني على اليوتيوب هتلاقوني كاتباها لكم في صندوق الوصف. هخلص كده واحط طبقة محترمة من الجبنة الموتزاريلا، وهجرنشها في الآخر بشوية فلفل ألوان كده زي ما انتوا شايفين. حاجة بسيطة. بعد كده هاخد الطاسة بتاعتي تحت الشواية تتحمر. انا طبعا استعجلت عليها علشان التصوير وطلعت لها بسرعة، بس بجد طعمها حلو جدا. وبصوا شكل الجبنة وهي بتمط معانا كده، زي بتاعة طاسة ألبان سويسرا اللي بناكلها بره. اللي بيروح اسكندرية أكيد عارف ألبان سويسرا. بجد حاجة طعمها تحفة جدا وحلوة قوي قوي. وهتعملي بقى اكل الشارع هيبقى جوه البيت، هتنبسطي بيه انتي واولادك، وحاجة كده تغيير في الاكل. ومش هفكركم بقى، لو مش مشتركين عندي اشتركوا واعملوا لايك كمان، واكتبوا لي كومنت كده على الفيديوهات بتاعتي لانها بتشجعني جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله.